كده بقى. تعالي كده شوفي لي منظر الصينيه دي. بصي حاجه كده تفتح النفس، صينيه الكوسه بالجزر مع الفراخ، حاجه كده بسم الله ما شاء الله. تعالي بقى كده قومي هاتي فرخه قطعها 6 قطع كده او زي ما انت حابه بقى براحتك يعني. وهاتي بقى ايه بصلتين 3 كده وتبلهم لي ملح وفلفل كده واي توابل تحبيها. ماشي. وحطي لي بقى الفراخ مع البصل يستوي كده ايه، يعني ياخدوا الفراخ بس تاخد لون يعني قيمة ربع ساعة كده على النار البصل مع الفراخ. بعد كده نزلت عليها بالطماطم الفريش تكون مصفياها طبعا، وتخلي الطماطم مع الفراخ مع البصل ياخدوا لهم غلوتين كده حلوين على النار. تمام. اللي وصل معاه لغاية هنا حبايب قلبي، فضلا وليس امرا تعملوا لي اشتراك في القناة لو اول مرة تشوفوني، ويا ريت تفعلوا الجرس وعشان يوصلكم مني كل جديد. وما ننساش نشير الفيديو ونعمل لايك لو سمحتوا. هنا بقى كنت انا غاسله بقى ايه، كنت انا مقطعه 2 كيلو كوسه. قشرتهم كده وغسلتهم ونضفتهم. هنا بقى التليفون كان وقع مني والحمد لله لحقته يعني. كوسه مع الجزر كده. ونزلت على على الخلطه الحلوه بتاعتنا ديت بقى بالكوسه والجزر. وطبعا ظبطت الملح والفلفل بتاعي تاني. وكمان هحط معلقه من السمنه لان انا ما حطيتش اي مواد دهنيه، فهنزل هنا بمعلقه واحده بس من السمنه او ممكن الزيت حسب ما انت عايزه. وعلى فكره انا اوقات كتير ما بحطش ماده دهنيه خالص، بكتفي بالدهن اللي بتنزل من الفراخ. تمام. هرجع بقى ارص كده ايه قطع الدجاج على وش صينيه الكوسه، وادخلها الفرن. اشغل الشوايه والفرن من تحت، واول ما الفراخ تاخد لون اللي هو الشوي ده من فوق بطفي عليها عشان ما تحرقش مني. بطفي عليها الشوايه. تمام. بس بسيب طبعا الفرن تحت شغال لغايه ما صينيه الكوسه تستوي وتتسبك كده وتطلع معاكي طاجن كوسه تحفه 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 زي ما انتوا شفتوا كده في اول الفيديو. ايه رايكم بقى؟ الريحه بقى والطعم ما اقولكوش حاجه كده. اللهم صل على النبي يعني. صلوا على النبي يا ولاد في الكومنتات، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ويا ريت نعمل لايك وشير للفيديو علشان نعلي الصفحه معانا. تمام يا حلوين، تمام يا حلوين. يلا اشوفكم في فيديو جديد مع مطبخ خير بابو سليم. ودي كانت اكلتنا النهارده، وصفه سهله وسريعه ولذيذه وما خدتش مني نص ساعه. يعني انت لو انت مثلا وراكي شغل او جالك ضيوف على سهوه تخلصيها في ثواني.